السلام عليكم. طايرة الزمالك خسرت الكاس، وخسرت قبلها الدوري، وخسرت قبلها السوبر. على مدار سنتين فريق الطايرة اللي كان مجلس الإدارة اللي موجود دلوقتي مستلم الفريق دوت، واخد 2 دوري ورا بعض و3 كاس ورا بعض، واخد السوبر، واصل نهائي أفريقيا، ومدربين محليين سواء أشرف رشاد أو أحمد عاشور. المجلس ده جاب 2 مدربين أجانب، خسروا كل البطولات. السنة اللي فاتت دوري وكاس وسوبر، والسنة دي دوري وكاس وسوبر. خدوا البطولة العربية اللي هي بطولة ودية. ولما خد البطولة العربية، اللجان وحي ورامي أضع الشلالية ومش عارف ايه، وناس بقى فضلت تعلم. خدوا بالكم، المنافس في أسوأ حالاته، يعني كل نجومه سابوه مشوا في أسوأ حالاته. خسرت كله، خسرت الدوري والكاس والسوبر، والسنة اللي فاتت الدوري والكاس. يعني فريق الطايرة بقاله سنتين ما خدش ولا بطولة، خسر كل البطولات. البطولة العربية وبطولة ودية، احنا بنتكلم على البطولات الرسمية. خسرت كل البطولات، ومدربين أجانب وبتدفع لهم بالدولارات، ومحترفين بتديهم بالدولارات. ده احنا يعني في سنة كانت الفرقة ما فيهاش لعيبة. في اخر شهر في الدوري رحت اشتريت 2 لعيبه اجانب، ورضا هيكل اللي انتوا مشيتوه، واخد بالك يا اخ اللي بتقول على نفسك مشرف. بالثلاثه دول خدنا الدوري والكاس، وبعدها السوبر، وبعد كده السنه اللي بعدها دوري وكاس وسوبر، ووصلنا نهائي افريقيا. يعني بمدربين محليين، يعني احمد عاشور وقبليه اشرف رشاد، عادي. والدنيا كانت حلوه، بتكسب المنافس بتاعك زي صباح الخير. كنت بتكسبهم 3-0. مفيش ولا ماتش عارف تكسب الاهلي فيه. حاجه غريبه، تخسر كل البطولات. طبعا احنا بنتكلم في الطايره، خلاص السنه دي والسنه اللي فاتت ولا بطوله خدتها. اليد السنه اللي فاتت والسنه دي ولا بطوله خدتها، وخسرت امبارح الدوري. السله كسبنا الاهلي ماتش، قلنا تمام، والدنيا رجعت تاني سيئه، وبتكسب بالعافيه، وترتيبك بقى التالت. لحد امتى يا جماعه؟ لحد امتى يا كوادر؟ يا بتوع تغيير الصوره الذهنيه، لحد امتى؟ وانتوا كنتوا فكركم تغيير الصوره الذهنيه لايه بالظبط؟ لايه؟ ان احنا نرجع لما قبل 2014، مفيش بطولات، مفيش لعيبه، مفيش اي حاجه. والله حرام، الواحد بيتضايق وزعلان انه تعب سنين. يعني فريق الطايره، انت مستلم فريق طايره واخد 2 دوري و3 كاس ورا بعض، يعني مفيش ورا بعض، وواصل نهائي افريقيا، وفرقتك فيها كل النجوم سواء محترفين او يعني الفرقه فيها رضا هيكل. انت الطبيعي ان تسيب رضا هيكل وتجيب، يعني لو انت عندك نقص في مركز ولا حاجه هتجيبه. لا، انت مشيت رضا هيكل، يعني الاساس بتاعك مشيته. والله حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا يكون في عون جماهير الزمالك.